النهارده هتكلم عن حاجه محدش يتكلم عنها خالص في اي مكان. اول مره هتسمعوها مني ميري معاكم، واسمعوا اللي انا هقوله. احنا عندنا 3 حاجات في الجيش او جيش وشرطه. عندك جهاز تنميه المشروعات الوطنيه، وعندك منافذ الجيش، وعندك امان. اول حاجه بتكون جهاز تنميه المشروعات الوطنيه. ايه هو جهاز تنميه المشروعات الوطنيه؟ ده منفذ او مش منفذ، ده مكان مخصص لبيع منتجات الجيش. ايه اللي فيه؟ ان الجيش هو بيكون تحت السيطرة للأسعار، بيكونوا ماسكينه رتب، حتى اللي بيشتغلوا فيه بيكونوا واخدين رتبة. بمعنى أصح ان هو لازم يكون كل اللي فيه بيشتغلوا في الجيش علشان يحاربوا الأسعار. هي أساسا مؤسسة غير هادفة للربح، عشان كده بتلاقي الخضار طازة ورخيص لأنه جاي من مزارع الجيش. اللحمة البلدي هناك بتكون كويسة، أسعارها من 160 ل 180. بيكون عندك الزيتون والمخللات، بيكون عندك زيت الزيتون، بيكون عندك المية، بيكون عندك سمك غليون. كل دي منتجات للجيش وبنلاقيها أقل بكتير من بره. من أهم كمان منتجات الجيش بيكون مية صافي، بيكون زيت الزيتون سينا، بيكون المخللات سينا، بيكون غليون سمك، عندك كوين مكرونة، في منتجات منظفات، في الكيكات بتاع الأطفال، في حاجات كتيرة جدا هناك. طبعا بتكون في حاجات بتكون جودتها أقل شوية، بس بتكون في متناول الكل. حتى البيض هناك برضو بيكون أورجانيك، وبيكون سعره أرخص كتير جدا من بره. فالحقيقة انت لو دخلتي جهاز تنمية المشروعات هتعرفي تجيبي كل حاجة انت عاوزاها بأسعار كويسة وفعلا جودة عالية جدا. بعد كده عندنا منافذ الجيش. ايه منافذ الجيش دي؟ لما تلاقي مكتوب عليه منفذ للجيش، ده ارض للجيش لكن هو مأجره لناس، ناس عادية. يعني ما تروحي تجيبي لحمة وتقولي دي وحشة، دي ملهاش دعوة بالجيش. ده مجرد شخص أجر مكان، جاب لحمة، جاب خضار، جاب تجار عاديين جدا، وبتلاقي الأسعار زيها زي بره، والجيش ملوش أي علاقة ولا تحكم في السعر. بعد كده عندك امان. امان بيكون زي جهاز تنمية المشروعات الوطنية بس تابع للشرطة. يعني الشرطة اللي ماسكاه، يعني اللي ماسكه ومتحكم في السعر رتب من الشرطة، بالتالي برضو بيكون هدفه هو ما يحققش ربح خالص، فبتلاقي الاسعار فيه قليلة. لكن انت عايزة تعرفي ازاي بقى جهاز تنمية المشروعات؟ بيبقى مكتوب جهاز تنمية المشروعات وجنبيه لوجو سينا او صفر. امان طبعا احنا عارفينه كلنا ومفيش جنبه اي لوجو، لكن منفذ الجيش ما بيكونش ليه اي لوجو للجيش. عندنا في الجيش بيكون اللحمه من مزارع الجيش، بجد مش بتفرق عن بره خالص. هي بتكون طازه، هي مذبوحه طبعا بمعرفه الجيش. الجيش لازم يكون حاطط رقابه على الاسعار دي. في نفس الوقت السمك برضه بيكون طالع من مزارع الجيش، فبالتالي بتلاقي السمك ارخص كتير جدا من بره. في ناس كتير جدا تروح تشتري سمك من المنافذ وتشتري خضار غالي جدا وفاكهه دراجون وحاجات غريبه قوي موجوده، ونقول ايه ده، الجيش جايب الحاجات دي؟ لا، هو دي مجرد مكان هو مأجره يجيب فيه اللي هو عايزه. امان طبعا انا بصراحه ما جربتش اللحمه بتاعته، بس في ناس بتشكر جدا في لحمته، وبرده اسعاره بتكون كويسه جدا للناس لان برده بيكون تحت رقابه الشرطه. هو برده جايه من مزارع الشرطه. كل الحاجات دي بتكون امنه جدا لينا، ما بيكونش فيها اي حاجه غير صالحه للاستخدام. حتى اللحمه المجمده اللي بتدخل في الجيش برده بتكون صالحه للاستخدام لان برده بتدخل برقابه الجيش. في بعد كده اللحمه السوداني ابتدت تدخل الجيش، ودي برده بتكون كويسه جدا. الحلقه دي هدفها ان احنا نوفر واقولك على المكان اللي تجيبي منه حاجات كويسه ورخيصه، واهم من كل ده حاجات مضمونه، ومفيش مكان مضمون اكتر من ده. حقيقي جربيه وابعتيلي في الكومنت ايه رايك في اللي جربتيه هناك.